عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ معاكم نسمة هشام. النهاردة أنا بسجل حلقة ازاي اللي انت تعرف تتعامل مع الصدمات. آه الإنسان لما بيمر عليه بصدمة بيحصل له نوع من الانغلاق بينه وبين نفسه. بيحس انه مش عارف يتعامل مع المشكلة ازاي، وخصوصا لما تكون حاجة مفاجأة. جاتلي أسئلة كتيرة بخصوص الموضوع ده كتير، وانا كنت حابه بقالي فتره ان انا اتكلم معاكم في نقطه الانسان لما بيمر بصدمه. آه، هيتعامل ازاي وهيعرف يتصرف ازاي، وهل فعلا بعد فتره بينسى ولا بيبقى جرح موجود في الماضي كل شويه بيقعد يفتكره. اسئله كتير قوي. هحاول بالفيديو ان شاء الله ان انا ابتدي ان انا اتكلم معاكم فيها. اول حاجه، هو يعني ايه صدمه؟ صدمه حاجه نزلت عليك وانت مش متوقع لها. مثلا صاحبك كان شريك معاك بقالكوا 20 سنة، فجأة لقيته خانك وانت مش متوقع في بالك ان في يوم من الايام ان صاحب ده هيبقى هيخون في يوم من الايام. صدمة مثلا، واحدة ابنها توفى، يعني اللي كان لسه مولود بقاله 3 شهور وفجأة كده توفى. وحاجات كده أمثلة كتيرة يعني، وكل واحد عارف الصدمة اللي بتنزل عليه بتبقى عاملة ازاي. هو بس بيبقى فيه اختلاف من درجة الشعور بتاع الحاجة نفسها، هي دي اللي بتسبب إذا كانت الصدمة تبقى كبيرة أو الصدمة تبقى صغيرة. يعني بالبلدي كده، على مدى ارتباطك بالحاجة أو الموقف اللي حصل لك، هو ده اللي بتحصل لك مشكلة. ما بعد الصدمة لما تيجي بتنزلك حاجة مفاجأة، انت ولا عامل عليها حساب ولا كنت مرتب لها، زي ما احنا بنسميها كده كارثة. ماشي، هعرف انا اتعامل ازاي؟ اول حاجة، دي المراحل اللي اي انسان في الدنيا بيمر بيها. اول حاجة لما بتنزل عليك مشكلة كبيرة قوي قوي قوي، سبت شغلك فجأة، حصلت لك كارثة فجأة، بتنزل حاجة رقم واحد، حاجة اسمها الانكار. يعني ايه الانكار؟ يعني بتحصل لك نوع ازاي ده حصل، وليه ده حصل، وانا عملت ايه عشان يحصل ده كله. طب يا رب، انا عملت حاجه وحشه عشان تحصل لي الحاجه دي. بيحصل نوع من الانكار بنسبه كبيره. الحاجه نزلت عليك فجاه، فانت حصل لك نوع من عدم التوازن، فمش عارف ليه ده حصل وحصلت ليه. دايما هتلاقي في اسئله ليه كتير، وازاي ده حصل. في هنا في المرحله دي لما الانسان بيمر بيها في مرحله الانكار، تبقى في نوعين من الناس. في واحد بيقعد يقول مش انا قلت لك، مش انا نبهتك قبل كده، لو كنت سمعت كلامي ما كانش ده اللي حصل. وفي نوع تاني من الناس بيقولك خلاص نستحمل ونعدي، ويقعد يهديك. في حاجة بس عايزة انبه عليه، لما الانسان بينزله صدمة هو مش محتاج حد يأنبه، هو مش محتاج حد يقول له مش انا قلت لك، لو كنت سمعت كلامي ما كانش حصل ده. مش هيقدر يستحمل اي كلمة من اي حد، لان زي ما بيقول اللي فيه مكفيه. فمش هيستحمل ان اي حد يقعد يأنبه حتى لو كان كلامك صح. طب هو محتاج في مرحلة الانكار دي، محتاج ان ناس بتحبه تطبطب عليه، تقول له ان شاء الله هتعدي، تديله نوع من التشجيع، تديله نوع من تهديله نفسه زي ما احنا بنقول كده. ده رقم واحد. بعد مرحلة الإنكار بيربط معاها على طول مرحلة الغضب. يعني ايه مرحلة الغضب؟ الإنسان لما بتنزل عليه المشكلة وهو رافض المشكلة دي، بتحصل له نوع من الغضب والعصبية، بقى بيطلع غضبه على أي حد. لو حد قال له صباح الخير ممكن هو يتنرفز عليه، وهو أصلا مش من طبيعته اللي هو دايما يبقى عصبي أو يبقى غضبان، بس ده تنفيس نفس. شايل كتير ومتضايق كتير ونفسه غضبان، وهو غضبان وهو مش عارف السبب ايه، وايه اللي مضايقه، والصدمه دي جت ازاي، وحصلت ليه، وايه السبب. اسئله كتيره هو مش لاقي ليها كذا حل، فبيطلع غضبه. في مرحله الغضب دي بتبقى في نوعين من الناس، من الشخص نفسه اللي بيمر بالصدمه دي. في واحد بيحب يسكت عشان منع ان هو ما يقعدش في اي مشكله مع حد، آه، او ما يقعدش يجادل كتير. وفي نوع تاني اللي لو حد استفزه ممكن ان هو يتنرفز جدا 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 جدا. ففي المرحلة دي ما تحاولش ان انت تستفزه، سيبه يعرف يداوي المشاكل اللي بينه وما بينه، يعني يعرف يلاقي لها حل، يعرف يتعامل معاه. ما بين المرحلة الأولى اللي هي الإنكار والمرحلة التانية اللي هي تنفيس الغضب، شعراية يعني بالظبط. يعني قول أسبوع مثلا أنت بتبقى رافض، الأسبوع التاني بتبقى متعصب، بتبقى غضبان، بتبقى متضايق من نفسك، بتبقى متضايق اللي حواليك. عشان كده أغلبية الناس بتفضل ان هي تقعد ساكتة، مش بتعرف انها تتكلم. تاخد وقتها وتاخد مرحلتها، وتيجي تدخل على المرحلة التانية، مرحلة المرونة. يعني ايه مرحلة المرونة؟ او انا بسميها
بيسموها يعني المفاوضات. يعني بتبتدي تسمع نفسك، طيب اعمل ايه عشان خاطر اخرج من المشكلة دي، اعمل ايه عشان خاطر انا اخرج من الازمة دي، اعمل ايه عشان خاطر ان انا ما اطولش في المشكلة دي. ما بين المرحلة الاولى والمرحلة التانية، المرحلة الاولى والمرحلة التالتة بتاخد ما بين شهر لشهرين، وممكن تزيد وممكن تقل على حسب طبيعة الشخص وعلى حسب درجة المشاعر اللي ارتبط بنفس المشكلة. فلو هو حواليه ناس ايجابيه كتيره، ولو هو حواليه ناس عماله تشجعه، هتلاقي المرحله دي ما بتاخدش وقت كبير. لو حواليه ناس عماله تلومه وبتأنبه كتير كتير، هتلاقي عقبال ما يوصل لمرحله المرونه ممكن يكون عدى عليها مثلا 8 شهور، ممكن يبقى عدى عليها سنه. حاجات كتير قوي من اللي احنا بنسمع عنها. بعد ما توصل لمرحله المرونه اللي انت تبتدي تسال نفسك اعمل ايه عشان خاطر اخرج بالدايره دي، اعمل ايه عشان خاطر ان انا احسن من نفسي، اعمل ايه عشان خاطر ان انا اطور من نفسي، اي حاجه من الاسئله دي كلها اللي هي اعمل ايه، اللي هي بتدور على حلول، بتدور على اجابات، بتيجي تدخل في المرحله الاخيره اللي هي مرحله التقبل. يعني ايه التقبل؟ يعني انا خلاص استسلمت للوضع اللي انا موجوده فيه. يعني انا عارفه انها مشكله مرت في حياتي، بس انا مش في ايديا حلول ان انا اعرف احلها. او اللي انا خلاص رديت بالواقعة اللي حصلت، اعمل ايه بقى عشان ابتدي ان انا اتجنب النقطة دي. مرحلة التقبل مش معناها الاستسلام اللي انا اقصد بيه اللي هو استسلام سلبي. يعني اللي انا خلاص بقى مشكلة حصلت هقعد بقى وما ما ادورش على حلول، لا. الاستسلام اللي انا اقصد بيه اللي هو بالمعنى الديني الرضا، اللي انت ترضى بالحاجة اللي نزلت، اللي هو الرضا بالقضاء، رضا بالقدر اللي نزل عليك. اللي انت خلاص انا عارفة الواقعة دي وقعت عليا وسببت لي صدمة معينة، ازاي اللي انا اعرف اللي انا اتعامل معاها. بصوا، في مرحلة التقبل او مرحلة الرضا، لما تيجي اللي انت بتوصل لها بتلاقي نفسك بتبص الامور بزاوية تانية. حاجة كمان عايزة انبه عليها، لما تيجي بتوصل لمرحلة التقبل هتوصل لدرجة ان انت مش عارف الصدمة دي او السبب ده نزل ليه او وقع ليه، فهتلاقي انت بترجع الامور كلها لربنا. طيب ايه اللي المفروض اللي انا اعمله في الفترة دي؟ المفروض ان انت تبتدي تبص لحياتك، تبتدي تشوف حياتك ايه اللي المفروض تكمله، وازاي اللي انت تتعلم من الاخطاء اللي فاتت، وازاي اللي انت تعرف ازاي اللي انت تعرف تستفيد من الحاجات اللي حصلت، وازاي اللي انت تعرف تفيدها في حياتك في المستقبل. كل ما هتبص لقدام، كل ما نسبة الصدمة اللي مرت في حياتك المشاعر بتاعتها هتبتدي تضيق شوية بشوية. ولما المشاعر هتبتدي تضيق شوية بشوية، تلاقي نفسك اللي انت ابتديت اللي انت ايه تتنفس، واكنك بتحيي تاني من الاول، ابتدي تشوف مستقبلك تاني من اول وجديد. وبالتالي هتلاقي مع الوقت عرفت الحكمة من الموضوع ده حصل ايه. هل الحكمة دي كانت في حاجة كانت شر ليه وانا مش واخد بالي منها؟ هل الحكمة كانت في حاجة انا كان المفروض اني اخد بالي منها وبالتالي اطبقها في حياتي؟ فمرحلة الصدمة دي، المراحل اللي احنا مرينا بيها دي، بينتج عنها شخصين. لو شخص وصل لمرحلة التقبل هينتج عنها اللي هو يستفيد من كل حاجة ايجابية. لو شخص لسه حاطط دماغه في مرحلة الانكار ومرحلة الفشل، وانا ازاي ده حصل وليه، وانا لازم اعرف عملية التحليل مع ان دي مرحلة طبيعية الانسان، كل انسان في الدنيا بيمر بيها، بس ما طولش فيها، بيوصل اللي هو بقى شخص سلبي، بيبتدي يفكر في الافكار السلبيه ويقول انا حظي وحش وانا عارف ان انا ماليش اسم في اي حاجه، وهكذا. طيب ايه الخلاصه من الفيديو اللي انا عايزه اقوله ان انت لو مريت عليك صدمه ما، فانت بتمر بالاربع مراحل دول، دي حاجه صحيه وطبيعيه. ان في حاجه مضايقاك فلازم ان انت تنفس عنها، او لازم ان انت تخرجها، او لازم ان انت تعبر عنها. بس الاهم من كل ده ان انت تعرف تتعامل معاها ازاي، اللي انت توصل لمرحله التقبل. فدايما دور على الناس اللي بتقف جنبيك، دور على الناس دايما اللي تساعدك، اللي تهون عليك واللي تطبطب عليك. ابعد عن الناس اللي هي بتقعد تأنبك. انا ما بتكلمش تأنبهم ده صح او غلط، انا بتكلم اللي احيانا الانسان في عز الصدمه بتاعته وفي عز ما هو متضايق مش مستحمل حد يضغط عليه تاني. حتى لو الضغط عليك ده صح من وجهه نظر الناس، الضغط ده يخليك ان انت تخرج من الصدمه، لكن الحقيقه واللي انا بشوفها في جلسات كتير مع الناس، اللي كل ما الواحد بيضغط على حد كل ما الضيق والغضب بيزيد عليه اكتر. فلو سمحتوا، لو انت حضرتك من النوع اللي انت بتأنب الناس، فاهدى شويه. ممكن تكون نيتك كويسه اللي انت عايز تساعده، بس مش هو ده اللي هو محتاجه دلوقتي. هو محتاج منك اللي انت تسمع الكلمه الكويسه، محتاج اللي انت تشجعه، محتاج اللي انت تخليه يبص على الحاجات الايجابيه اكتر من هو السلبيه. ولو انت الشخص اللي مريت بالصدمه، ابتدي فوق وشوف الحاجات اللي انت عايز تحسنها
وبيبتدي يركز عليها ويمشي في طريق، هتلاقي بعد فترة اللي انت فهمت الحكمة من الصدمة اللي مرت عليك. الفيديو يا رب يكون مفيد بالنسبة لك، وان شاء الله آه، اي حاجة في الدنيا لما الانسان بيمر بيها كتير 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 بتعلمه وبتقويه وبتخليه دايما يبقى بيعرف يتعامل ازاي. الفيديو ده كان بشكل مختصر بيرد على الانسان اللي بيمر صدمات، وازاي ان انت تعرف تتعامل مع الصدمه، والشخص اللي بيسمع ازاي لما حد بيمر بصدمه ان انت تعرف تتعامل معاه، والشخص اللي مر بصدمه ازاي ان انت تعرف تتجنب منها، وان انت تعرف تتقبل المشاعر اللي بتمر بيها في الاربع مراحل، وازاي ان انت تعرف تستفيدها بطريقه احسن بكتير. اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.